ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات النادي الاهلي في المحافظات، ودي بقى لها سنين النادي الاهلي ما عملهاش. هنتكلم عن المحافظات اللي هيعمل فيها اختبارات والمواليد المطلوبه وكل التفاصيل اللي تخص اختبارات النادي الاهلي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. طبعا النادي الاهلي من الانديه اللي الناس كتير قوي بتحلم باللعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي السنه دي عامل اختبارات مميزه، شايف فيه اهتمام جامد جدا بالاختبارات، وفيه اهتمام ان هو فعلا ينقي المواهب. كابتن بدر رجب جه عمل تغيير شامل في قطاع الناشئين من حيث اختيارات المواهب، وبداوا من الاعمار الصغيره. يعني السنه دي النادي الاهلي تقريبا الوحيد اللي عامل اختبارات من اول 2018. 2018 ده يعني سن صغير جدا، فهو حابب ان هو ياخد الموهبه من بدري جدا ويشتغل عليها من بدري عشان يطلع اللاعب ده لاعب مميز او لاعب كبير. فمن السنين اللي اختبارات النادي الاهلي فيها مختلفه عن السنين اللي فاتت خالص، اختبارات مميزه، اختبارات فيها اهتمام جدا. بس الفكره هنا ان انت لازم تبقى لعيب مميز جدا ولازم تبقى افضل من الموجود، لان هو في الاخر وفي الاول بيقارنك باللاعب الموجود. فانت لو لعيب كويس بس اقل من الموجود فمش هياخدك في الاختبارات، لكن انت لو قد الموجود اكتر منه ومحتاج شويه شغل فهياخدك وهتبقى نصيبك تلعب في النادي الاهلي. فاختبارات كويسه واختبارات مميزه لازم انت تهتم بيها، وبالذات السنه دي عامل حاجه ثانيه، عامل الاختبارات في المحافظات. كان بقاله سنين ما بيعملش الكلام ده ومعتمد ان كل الناس بتجي من محافظات مصر لحد النادي الاهلي. بس السنه دي هيعمل اختبار في محافظات كتير عشان يوفر عليك المشوار ده، ولانه فعلا حابب ان هو يدور على مواهب مختلفه او مواهب فذه في كره القدم. فالنادي الاهلي عامل اختبار في المحافظات، بادئ بمحافظتين هتكلم عليهم دلوقتي، وبعد كده مع الوقت هيبقى في باقي المحافظات. اول محافظه وهي محافظه الشرقيه، قلنا سعر الاستماره 100 جنيه، الاختبارات من الساعه 8 صباحا في كل المحافظات او في كل الاماكن اللي انا هقولها. سعر الاستماره 100 جنيه، اختبارات الساعه 8 صباحا. الاختبارات من اول 2007 لحد 2018، من اول 2007 لحد 2018. اول محافظه محافظه الشرقيه في مركز شباب او كبير في مقر النادي الاهلي، في مقر اكاديميه النادي الاهلي في مركز شباب او كبير. هتبقى يوم الثلاث يوم 4/7 ويوم الاربع يوم 5/7. يوم الثلاث من مواليد 2018 لحد 2013، يوم الثلاث من مواليد 2018 لحد 2018. يوم الاربع من مواليد 2012 لحد 2007، يوم الاربع من مواليد 2012 لحد 2007. المحافظه الثانيه هتبقى محافظه السويس. محافظه السويس هتبقى الاختبارات في مقر اكاديميه النادي الاهلي في نادي نصر البترول، في نادي النصر البترول. الاختبارات هتبقى يوم الجمعه ويوم السبت، يوم الجمعه 7/7 ويوم السبت 8/7، يوم الجمعه 7/7 ويوم السبت 8/7. يوم الجمعه هتبقى من مواليد 2018 لحد 2013، من مواليد 2018 لحد 2013. يوم السبت من مواليد 2012 لحد 2007. سعر السماره 100 جنيه، الاختبارات كلها الساعه 8 الصبح. اهتم وحافظ على نفسك لو انت ناوي تروح. ونصيحه ثانيه حابب اقولها، ان انت ما تقدرش تحلم ان انت تلعب في النادي الاهلي، لان انت لو حلمت كده وجيت في الاختبارات وما قبلتش هتلاقي النفسيه وحشه او اتدمرت نفسيا. فانت خدها كتجربه، او حط مثلا امل ضعيف، انت رايح تعمل اللي عليك وجت ما جاتش خلاص، عشان ما تحملش نفسك ضغوطات وما تحملش نفسك فوق اللازم. فانت لازم تبقى عارف حدود امكانياتك ولازم تبقى عارف امكانياتك ايه. انت امكانياتك لسه محتاجه شغل، خلاص انت رايح تاخدها كتجربه. لو هتروح، لو مش هتروح يبقى افضل ليك لو انت عارف ان انت محتاج شغل وعارف ان انت توظف امكانياتك كويس. وبكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكون استفدت. كان معاك كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كره القدم. محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت او اعمل لي فولو وكلمني على الانستجرام، ان شاء الله ارد عليك على طول. استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.